قبل ما نبدأ الفيلم لازم تعرفوا اللمة دي شايفينها؟ أيوة اللي قاعدة تحت المطر وبتعيط شكلها حزين جدا. بس المفاجأة إن اللمة دي ما كانتش لمة طول عمرها، بمعنى أصح كانت إنسان، والأوحش إن هي كانت ملك كبير، يعني إمبراطور. وعشان نفهم إيه اللي حصل هنرجع ورا شوية وبنشوف الإمبراطور وهو في قصره. الإمبراطور ده اسمه كاسكو، ومش أي إمبراطور، لأ ده شايف نفسه وفوق الكل، متدلع على الآخر، وعنده خدامين وطباخين وناس بتنفذ لكل اللي في دماغه، ولو حب يغير لون الشمس هتلاقيهم بيحاولوا. واللي زاد الطين بلة إنهم جايبين له أحلى بنات في القرية عشان يختار واحدة يتجوزها. بس المفاجأة إنه بيطلع عليهم كلهم وبيرفضهم. وساعتها بنفهم إنه مش بس مجرد إمبراطور، لا إمبراطور ومغرور وأناني، هو بيحب يشغل نفسه. وهنا بندخل على شخصية جديدة، وهو الفلاح باتشا، راجل طيب بيحب يساعد الناس والكل بيحبه وبيحترمه. وفي المقابل بنشوف إزمة، دي مستشارة الإمبراطور، بس دمها تقيل شوية ونيتها مش سليمة، وعندها مساعد اسمه كرونك شكله طيب شوية بس دماغه خفيفة. إزمة نفسها تاخد مكان كاسكو وتبقى هي الحاكمة بدل من، بس كاسكو حس بده فطردها. بعدها بيجي باتشا عشان يقابل كاسكو، بيقوله أنا عندي مشكلة كبيرة وكنت فاكر إن أنت الوحيد اللي هتحلها، وبيوريه بيت القرية اللي هو عايش فيه. بس كاسكو بكل برود بيرد عليه، بيقوله ده بيتك، أنا هشيله وهبني مكانه المنتجع على السوشي بتاعي. باتشا بيتصدم وبيقول ازاي دي قريتنا وحياتنا كلها، بس كاسكو بيرد عليه بيقول له مش مشكلتي، وقال له ان انت خنزير وبتمشي على الارض يعني مالكش لازمه، وبيأمر الامبراطور ان هم يرموه بره. بنروح بقى الازمه اللي كانت قاعده متغاظه جدا ان كاسكو طردها وقررت تخلص عليه، وفعلا بتروح المعمل السري بتاعها هي وكرونك، وبيجهز له سم في العصير عشان ينهوه للأبد. كاسكو بيجي متأخر على العشاء وبيقعد معاهم على الترابيزة، وبيقول لإزمة اوعي تكوني زعلتي إن أنا رميتك في الشارع. بترد عليه وهي بتمثل البراءة إن ولا يهمك يا مولاي، لكن كرونك هو بيحط السم في العصير بينسى حطه في أنهي كوباية، فبيخرطهم كلهم، وبيأكد على إزمة إن هي ما تشربش من الكوباية بتاعتها. وبعد كده كرونك بيشرب العصير، ولكن المفاجأة إنه مامتش بدأ يتحول للامة. كرونك ضرب على دماغه وداخ وحطوه في كيس وقالت له يرميه في النهر، ولكن وهو بيرميه حس بتأنيب الضمير، وهو ماشي بالكيس وقع بالغلط في عربية الفلاح باتشا. حاول كرونك إنه يمنع العربية بس ملحقش، والعربية فضلت ماشية لحد ما وصلت للقرية. باتشا دخل البيت وحضن أولاده، ومراته سألته هو كان الإمبراطور عاوز منك إيه؟ مرضيش يقول لها الحقيقة علشان ما يزعلهاش. وبعديها بشوية باتشا بيخرج يتنشى، ولكنه بيلاقي الكيس وبيفتحه وبيتصدم لما بيشوف لاما تتكلم. ولما كاسكو بيشوفه بيقول له هو أنت الفلاح اللي أنا طردته؟ فباتشا بيستغرب وبيقول له أيوة. باتشا بيستغرب من شكله وبيقول له بص على إيدك كده. كاسكو مش فاهم وما اقتنعش بالمنظر، وجري يبص على نفسه في المية وشاف إنه بقى لامة، وصرخ وفضل يصرخ وما قدرش يقتنع بالموضوع. هنا كاسكو بيفكر إن باتشا هو اللي عمل فيه كده علشان كان هيدمر بيته والقرية بتاعته، ولكن باتشا قاله إن هو مستحيل يعمل كده وإنه مش هيقدر يعمل حاجة زي كده أصلا. ولكن بيفهم كاسكو إن إزمة هي اللي هترجع بني آدم تاني، وبيقول لباتشا إن هو يساعده إن هو يوصل القصر عشان يرجع بني آدم، ولكن باتشا بيشترط عليه إن هو ما يدمرش قريتهم وهو هيساعده. كاسكو بيوافق، بس الغابة كانت في انتظارهم مرعبة ومخيفة وفيها حيوانات، وفي لحظة خطر كاسكو بيقع بس باتشا بينقذه، والاتنين بيتربطوا في الشجرة وبيقعوا في الشلال، وطبعا بيطلعوا من الشلال وبيبي على كاسكو إن هو دايخ، وبيحاول باتشا إن هو يفوقه. كاسكو بيشوف باتشا وبيقوله أنا فكرت كويس وقررت إني مش هبني المنتجع بتاعي على قريتك، خلاص هبنيه في مكان تاني. لكن باتشا ما بيصدقهوش بسهولة وبيقول له وعدني إنك فعلا هتعمل كده، وبيقول له وعدك. الاتنين بيفرحوا بيكملوا رحلتهم راجعين على المملكة، وبيكونوا لازم يعدوا على الجسر الطويل وبعدها يوصلوا على المملكة. بس اللي بيحصل إن الجسر بيتكسر وباتشا بيقع وبيتعلق في الحبال. بيفضل ينادي على كاسكو عشان يساعده، لكن كاسكو واقف فوق وبيقول له بكل برود أنا كنت هحبسك مدى الحياة بس كده أحسن. باتشا بيرد عليه بعصبية وبيقول له بس أنت وعدتني. كاسكو بيرد عليه بيقول أنا ما عنديش إيد أصلا عشان أوعد، ولكن فجأة هو كمان بيقع. الاتنين بيتخانقوا وبيضربوا في بعض لحد ما الجسر نفسه بيتقطع وبيقع هما الاتنين وسط تماسيح مخيفة، لكن بينجوا بصعوبة جدا. وهنا باتشا بيقول جملة مهمة، بيقول عشان نعيش لازم نساعد بعض، وفعلا بيتعاونوا وبيطلعوا من المصيبة دي سوا. ولما بيوصلوا فوق باتشا بيقع تاني، بس المرة دي كاسكو هو اللي بينقذه. وعلى الجانب الآخر إزنا وكرونك بيحاولوا يدوروا على كاسكو في كل مكان، وفجأة بيقابلوا السنجاب اللي شاف كاسكو قبل كده. وكرونك بما إنه كان كشاف زمان
وبيفهم لغة السنجاب، بيحكي له كل اللي حصل وبيقول لهم على الطريق اللي مشي فيه كاسكو وباتشا. في نفس الوقت ده كاسكو وباتشا بيجوعوا جدا، فبيروحوا مطعم على الطريق، لكن المشكلة إن ممنوع دخول الحيوانات، فبيعملوا حركة ذكية، فكاسكو بيضطر يعمل نفسه مرات باتشا علشان يعرف يدخل المطعم. وفعلا بيقعدوا، باتشا بيقعد ياكل بس كاسكو بيقرف من الأكل وبيقول له أنا هدخل أطلب أكل بنفسي. في اللحظة دي بيدخل المطعم إزما وكرونك. باتشا بيسمعهم وبيخططوا يقتلوا كاسكو، فبيقلق جدا وبيروح يحذر كاسكو، ولكن كرونكو بيشوفه وبيقول له واحنا اتقابلنا قبل كده، بس بيرد عليه باتشا بيقول لا ما اعتقدش. والشيف بتاع المطعم بيتعصب بسبب كاسكو وبيسيب المكان، فبيمسك المطبخ كرونك نفسه. كل ظروف كانت بتحاول يخليهم يشوفوا بعض، إزما وكاسكو، ولكنهم ما شافوش بعض، هما بيطلبوا الاكل. وكرونك بيحاول يلحق على قد ما يقدر، بس الامور بتتلخبط وإزما كانت هتشوف كاسكو. باتشا انقذ الموقف في اخر اللحظه وبيروح لصاحبة المطعم وبيقنعها إن إزما عيد ميلادها النهاردة وكل بيحتفل بيها والدنيا تتقلب حفلة، وبيقدر ياخد كاسكو ويهرب بيه. وفهمه اللي سمع من إزما وكرونك إن هم عايزين يخلصوا عليه، لكن كاسكو بيرد عليه بكل غرور إن إزما هي اللي هترجعني إنسان تاني، ومقدرش يصدقه وسابه ومشي. كاسكو حاول يمنعه ولكنه مسمعش كلامه، ولما راح لإزما شافها من ورا الشجرة وهي بتزعق لكرونكو إن هم لازم يخلصوا عليه. في اللحظة دي بيعرف الحقيقة وبيحزن جدا وبيكون في قمة الحزن، وبعديها بيوصل للمملكة لكن مش عارف هيعمل ايه. وبعديها مشي في الغابة، وهي بنرجع لأول مشهد في الفيلم، اللمة اللي كانت قاعدة تحت المطر وقاعدة بتعيط. لكن لسه ما خلصناش القصة. كرونكو هو نايم بيفوق فجأة وبيفتكر إن الفلاح اللي شافه في المطعم هو نفس الفلاح اللي مع كاسكو. بيدير على إذنه وبيحكي لها كل اللي حصل وبيقول لها أنا متأكد ولازم نرجع ندور عليهم. وفي اللحظة دي كاسكو بيكون بيحاول ياكل من الأرض من الجوع، لكن بيسمع صوت باتشا وهو بيحكي الحيوانات عن كاسكو وقد ايه هو انسان كويس وطيب ومش زي ما الناس فاكره. بعد ما سمع كاسكو باتشا بيحكي الحيوانات عن قد ايه هو انسان طيب، زعل جدا ورجع له وقال له ان هو اسف على اللي عمله فيه وان هو فعلا انسان عظيم. باتشا ما قالش حاجه، بس هو ابتسم له وخده على قريته عشان يجيبوا شويه حاجات. وهما ماشيين واحد في السوق بيوقف كاسكو وبيقولوا ان في ناس قرايبك هناك في بيتك. كاسكو بتصدم وبيقولوا ان هو اصلا ما عندوش قرايب، وبيرجع بسرعه على بيت باتشا. وساعتها بيكون إزما وكرونك دخلوا بيت الراجل الغلبان ده على أساس إنهم قرايبه. باتشا بيدخل البيت من غير ما يشوفوه وبيقول لمراته كل اللي حصل، وبعدين بيهرب هو وكاسكو. كاسكو بيقول له إن أنت مش خايف على عيلتك. باتشا بيضحك وبيقول لا استحالة. وفي الوقت ده بنشوف مراته وهي حبساهم في الأوضة وبتفضل تضرب في إزما، وكرونك يعني واقف مش فاهم هو فين من اللي بيحصل. ولكن إزما بتشوف باتشا وكاسكو هما بيهربوا، فبتجري وراهم هي وكرونك، وبيبدأ مشهد مطاردة مجنونة وبيوصلوا لمكان المعمل، وتكون في آخر مجموعة من الإزازات السحرية اللي ممكن ترجع كاسكو لإنسان تاني. إزما بتوصل وبتطلب من كرونك إن هو يخلص عليهم، بس كرونك مش بيقدر، وبالغلط بتيجي السكينة على النجفة وبتقع على دماغ إزما، لكن مش بيحصل لها حاجة. باتشا بيستغل اللحظة دي وبيجي ياخد الإزازات، بس إزما بتكون أذكى منه وبتوقع كل الأزاز على الأرض عشان يتلخبطوا، محدش عارف أي واحدة فيهم هي الصح. وبيبدأ كاسكو يشرب كل التجارب دي، مرة يتحول لسلحفة ومرة عصفور ومرة حب، وبيقعوا في المية وفي الآخر بيرجع علامة تاني. إذنه بتفضل وراهم بعد ما شربت إزازة وبقت قطة شرسة، بس بيقعوا هما التلاتة وبيتنستكوا في التمثال. بتكون الإزازة صح وقعت. كاسكو بيبص لتحت، هل ينقذ باتشا اللي متعلق في التمثال ولا ياخد الإزازة عشان يرجع إنسان؟ وساعتها بيختاروا إنه ينقذ باتشا، وفي الآخر الاتنين بيمسكوا في بعض وبيطلعوا لحد ما بيوصلوا الإزازة. كاسكو بيشربها وأخيرا بيرجع إنسان تاني. بس قبل ما كل حاجة تنتهي كاسكو بيروح لباتشا في آخر مشهد وبيقول له على فكرة انت كدبت عليا وقلت لي ان اول ما الشمس تطلع هسمع صوت غنى، وانا طول المدة دي وانا قاعد في القرية بتاعتك وما سمعتش حاجة. باتشا بيبتسم وبيعرف ان هو هنا بيهزر معاه، وبيعرف ان هو مش هيبني المنتجع بتاعه مكان قريته. وساعتها باتشا بيشاور له على تل تاني وبيقول له إن الغنى ده بيجي من هناك، وفعلا كاسكو بيبني المنتجع بتاعه جنب قرية باتشا وبيبقى جاره وصاحبه. وفي آخر مشهد بنشوف كرونك رجع تاني للكشافة وبيعلم الأطفال، بيعمل الحاجة اللي بيحبها فعلا. وفي الآخر دي كانت حكايتنا، حكاية الإمبراطور اللي اتحول للاما وتعلم يبقى إنسان حقيقي. بيبدأ الجزء التاني بكرونك اللي بيكون ساب طعمة وبدأ يشتغل شيف في مطعم، وبيكون معروف بأكله اللي الكل بيحبه جدا. وأثناء ما كان بيقدم الأكل بيدوله ظرف من والده وبيجري على جوه علشان يقرأه،
وبيكون خايف جدا، وده بسبب إن والده طالب منه إنه يكون متجوز وعنده أولاد وكمان بيت فوق التل، لأن ده معناه إنه شخص ناجح، وهو للأسف ما عندوش أي حاجة من دي. وبيكون حلم كرونك إن باباه يرفع له صباعه الكبير، لأن ده علامة على إنه فخور بيه. وبعد كده بيبدأ يحكي للست اللي شغالة معاه في فترة ما كان بيشتغل دليفري وبيوصل الأكل، وفي يوم راح لأصحابه في دار المسنين اللي بنعرف إنه بيحبهم جدا. وفجأة بنشوف إن إزما لسه عايشة وبتكون بتراقب كرونك، وبتعرف إنه بيحوش ومحتاج فلوس عشان يشتري البيت اللي فوق التل. تستدرجه إزما بمعدن، وأول لما بيشوفها بيستغرب وبيكون عايز يمشي، ولكن إزما بتقوله إنها خلاص اتغيرت دلوقتي عن زمان وبتساعد المحتاجين، وكمان قررت إنها تساعد صحاب المسنين، وبتاخده على المعمل بتاعها وبتعرض عليه أزايز لما يشربوها هيحسوا إنهم شباب من تاني. ومش بيقتنع كرونك بالكلام ده، ولكنها بتقوله إن لما يعمل كده كل ده هيجيب له فلوس كتيرة جدا، وبالتالي هيقدر يشتري البيت اللي فوق التل. وساعتها كرونك بيوافق، وبيبدأ هو إزما يبيع المشروب للمسنين، ولما بيشربوه بيحس إنهم فعلا بقوا أحسن، ولكن بنكتشف إن المشروب ده بيكون متعبي من مية المجاري. وبعد كده بيروح واحد من المسنين يقول لكرونك إنهم هيبيعوا له البيت اللي فوق التل بتاعهم، وده لأنهم محتاجين فلوس عشان يشتروا المشروب. وساعتها بيشتري كرونك البيت فعلا وبيكون غني جدا. وفي يوم دخل عليه واحد من المسنين صاحبه اسمه رودي، وبيكون مش لابس أي حاجة، وده بسبب إنه باع كل اللي عنده عشان يقدر يشتري المشروب. وساعتها بيحس كرونك إن في حاجة غلط، وضميره بيقوله إن رودي أصلا شكله متغيرش وزي ما هو قبله بعد المشروب. وبيعرف إن إزما ضحكت عليه وإن المشروب ده مغشوش أصلا، وبيزعل كرونك جدا وبيقول له صاحبه إن المشروب ده نصب، وبيوري له نفسه في المراية وبيعتذر له كرونك على اللي عمله معاهم. وفي الوقت ده بيكون في انتخابات عشان يختاروا إزما إمبراطورة، وساعتها بيجي كرونك وصاحبه وبيعرفهم إن إزما نصابة وإن المشروب مش بيغير حاجة فيهم، وبتهرب إزما وكلهم بيجروا وراها ولسه هيمسكوها، ولكنها بتشرب مشروب سحر وبتتحول لأرنب صغير عشان ما حدش يقدر يعمل لها حاجة. ولكن المفاجأة بياخدها طائر وبيمشي. وبعدها بيحس كرونك بالذنب لما يعرف إن المسنين عايشين في الشارع، وبيقرر إنه يرجع لهم البيت اللي فوق التل. ونرجع لدلوقتي وبتحاول الست اللي شغالة معاه تواسيه على اللي حصل، وبتقول له إن كده عمل الصح، لكن كرونك بيقول لها إنه عنده كمان قصة عن حبيبته اللي برضه خسرها، وبيبدأ يحكي لها وهو في معسكر الكشافة وإن كان عندهم مسابقة السناجب السنوية، وبيجي سنجاب وبيتكلم معاه وبيعرفوا إنه في فرقة تانية بتنافس معاهم على الكاس الذهبي. ولكن كرونك بيطمنهم إنهم هيفوزوا، وبيفكرهم إن الأهم من الفوز إنهم يستمتعوا باللعب. وبتبدأ مسابقة السباحة، وبنشوف الفرقة التانية الكابتن بتاعها بتكون اسمها بردويل، وبيبان إنها قد إيه لطيفة مع الأطفال. وبيقدم الفريق بتاعها العرض بطريقة حلوة جدا، وفجأة بالغلط بتخبط كرونك وتتعرف عليه، وبيبان إنهم أعجبوا بعض من أول نظرة. ولكن بيتصدم لما بيعرف إنها كابتن الفريق اللي ضدهم، وبعدين بينط فريق كرونك على الفريق التاني، وساعتها بتزعق على اللي عمله هو وفريقه وإنه مش مهتم بمشاعر الأطفال. وكمان بتقول له إن خالف قاعدة في المسابقات بما إن الفريق بتاعه هجم على فريقها وهم لسه بيلعبوا. وساعتها بيعلن الحكام فوزهم وبيخسر فريق كرونك، وكل واحد بيروح الخيمة بتاعته، وكل فريق بيتكلم عن التاني بطريقة وحشة وإنهم لازم يكسبوا، وبيتحدوا بعض. وفعلا بتبدأ مراحل تانية في المسابقة، وكل واحد فيهم مرة يكسب ومرة يخسر لحد لما بيوصلوا في الآخر للتعادل، وبيبقى فاضل مسابقة واحدة بس هي اللي هتحدد مين اللي هيفوز، وهي استعراض المواهب. وبيكون في طفل اسمه تيبو من فريق كرونك بيقرر إنه يغش، لأن كرونك قال إنهم لازم يفوزوا بأي طريقة مهما كان. وبنشوف إن كل كابتن بيضغط على الأطفال جدا في التمرين، وكلهم بيكونوا حسوا بالملل والتعب ومش بيكونوا مبسوطين. وبيلاحظ ده كرونك وبردويل. قرر كرونك إنه يعمل لهم عيش بالزبيب، ولكن مش بيلاقي البيض، وبيروح لبردويل وبيلاقي البيض عندها ولكنها مش بترضى تديهوله، والاتنين بيتخانقوا وبيقعوا على الأرض. وساعتها بردويل بتعيط وبيواسيها كرونك وبيعتذروا لبعض، وبيقرروا إنهم يعملوا العيش هما الاتنين للأطفال، وبيظهر إعجابهم وبيقضوا وقت حلو جدا. تاني يوم بعد لما العيش بالزبيب جاهز بيجمعوا الأطفال وبيتبسطوا جدا منه. كل كابتن بيعتذر من الفريق بتاعه وإنهم كانوا غلطانين في طريقة التعامل معاهم من الأول، وإن الأهم من الفوز إن هم يكونوا مبسوطين. وفي الوقت ده بنلاحظ اختفاء تيبو اللي بيكون بجهز بودرة العفري عشان يحطها في الجبس اللي بيستخدموه في المسابقة، وبيدي كرونك هدية جوانتي لبردويل وبتتبسط بيه وبتشكره. وبيبدأ فريق كرونك العرض بتاعه وبيقدموه بشكل حلو، وبيعجب بيه الحكام جدا، وبيتسلل تيبو أثناء العرض عشان يحط البودرة بتاعته بصندوق الفريق التاني. وبعدين بيجي عرض فريق بردويل، وأثناء العرض فجأة بتحس بحرقان في إيديها، وحتى باقي الأطفال بيحسوا هم كمان. بساعتها بيقعوا على الأرض، وبتشوف بردويل كيس مكتوب عليه اسم تيبو وفيه بودرة عفريت، وبتتضايق جدا وبتعرف إن
هو اللي عمل كده وبتفضل تزعقله، وبيشوفهم كرونك وبيزعل عليه وبيتدخل وبيقول لها إن هو اللي طلب من كيبو يعمل كده، وبتتصدم بردويل منه وبتعيط وبتسيبه وبتقوله إنه ما يقربش منها تاني، وللأسف بيخسرها هي كمان. وبنرجع للوقت الحاضر وبيشوف كرونك إن بابا خلاص وصل ومش بيعرف يعمل إيه، وبتجيله فكرة وبيقترح على باتشا صديقه إنه يستلف منه بيته ومراته وعياله، لأن لو ما عملش كده بابا هيكتشف إنه فاشل وما عملش حاجة. وساعتها بيدخل والد كرونك وفجأة بيسلم عليه بقسوة، وبيشوف مرات باتشا وبتقول له إنها مراته ودول عياله عشان تنقذ كرونك من الموقف اللي هو فيه. وساعتها بابا بيفتخر بيه ولسه هيرفع له صباعه الكبير، ولكن فجأة بيدخل باتشا وهو متنكر في شكل ست على أساس إنه زوجة كرونك وما يعرفش اللي حصل، ولكن كرونك بيلحق نفسه وبيقول له إن دي حماته وبيعجب بابا بيها جدا. وفي الوقت ده بيكون تيبو بيحاول يلاقي حل يساعد بيه كرونك، وبيقول للعجوز عن اللي بيحصل وبيقرروا يساعدوه. والمصيبة إن والده ما يعرفش إنه شغال طباخ، وبيكون في ناس في المطعم محتاجين أكل، وبيحاول كرونك إنه يعمل أكل وفي نفس الوقت يقعد مع والده عشان ما يحسسهوش بحاجة، ولكن كالعادة مفيش حاجة تكمل. وبيدخل رودي صاحبه وهو متنكر في شكل ست وبيقول برضه إنه زوجة كرونك، وبعدها بيدخل الأطفال وهم متنكرين برضه، وحتى الإمبراطور بيفي على أساس إنه مرات كرونك، وبيكتشف بابا إنه بيكذب عليه. والمفاجأة إن الجبنة اللي في المطبخ بتنفجر في المطعم كله. وفي الآخر كرونك بيواجه والده بالحقيقة، وإنه ولا واحدة من دول مراته، وحتى البيت اللي فوق التل ده مش بيته، وإنه كان بيتمنى إنه يرفع له صباعه الكبير. الكل بيبدأ يتكلم عن الحاجات الحلوة اللي عملها معاهم، وحتى المسنين بيقولوا له إن كان عنده بيت ولكن هو اداه لهم. وبيفرح كرونك جدا وبيقول لوالده إنه مش ناقصه حاجة، وساعتها بيفرح والده بيه وبيرفع له صباعه الكبير. وتيبو بيكون جه وجاب معاه بيردويل وبيتبسط جدا أول لما بيشوفها، وبيشوفوا والده وفي الآخر كلهم بيحتفلوا مع بعض. كده يكون خلص الفيلم، وتنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وقولي في الكومنت عايزني ألخص لك فيلم إيه.